سافرت مرة إلى اليمن، بتشوف حاجة غريب يمكن أول مرة تشوفها بحياتك. قد تشوف أطفال كبار شباب مجتمعين في مكان واحد مخزنين القات. طيب لو أنت أول مرة تسافر اليمن بتظن إنه جميع الناس فيهم مرض. الأمر مختلف تماما. اللي تشوفه بلقوف هذا من الشخص هو عبارة عن قات. طيب أهلا بكم في برنامج أنا صائم الحلقة الثالثة. كما معكم محمد. صايم، أنا صايم، صايم لا تكلمني، صايم لا تكلمني، صايم، أنا صايم، صايم لا تكلمني، صايم لا تكلمني. بحسب الإحصائيات إنه لا يوجد بيت يمني إلا فيها شخص أو شخصين مخزنين القات بشكل يومي. القات أو كما يعرف علميا بكاتا إيدوليس هي نبتة مزهرة موطنها الأساسي القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية، وتم العثور عليها أيضا في شرق إفريقيا مثل كينيا وإثيوبيا والصومال. تم اكتشاف هذه النبتة في القرن الثالث عشر، حيث ذكرت الروايات أن أول توثيق مؤرخ لبداية استهلاكه كان من قبل الصوفيين والتجار لتأثيراته المحفزة والمخدرة. ويمثل هذم الأشخاص 80% من سكان اليمن. حتى تناول القات هذا يعتبر من عادتنا وتقاليدنا كيمنيين. ما تحصل مناسبة أو فرح أو موت إلا وفيها ناس يخزنون القات. يجتمع اليمنيون في مجالس تسمى الديوانية لمضغ أوراق القات ومناقشة كل شيء من السياسة للتاريخ للاقتصاد إلى الحياة اليومية. وبسبب التأثيرات المنشطة الخفيفة لهذه النبتة تخفض مؤقتا نسبة التوتر والقلق والتعب وتفرغ طاقتهم السلبية. وفي بلد أساسا يعاني من عدم استقرار سياسي وصراعات قبلية وصعوبات اقتصادية كبيرة، يمكن أن يكون القات بمثابة شكل من أشكال نسيان الهموم والمشاكل وحل للهروب نحو الأمام. الأمر أشبه بالمقاهي الشعبية في بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان ومصر، حيث الجزء الأساسي للجلسة المريحة هي الأرجيلة أو الجوزة أو الشيشة، غير أن الشيشة في اليمن هي نبتة القات. طيب هذا شرح بسيط عن القات. القات له تاريخ كبير قد له 500 سنة. أنت عارف إنه كثير من الناس يعتبر القات دخله الوحيد. والله الآن في واحد يدخل يكتب لي بالتعليقات يا أخي أنت نص عائلتك تخزن وأنت تخزن وبتقلب لنا هون شريف باليوتيوب تكلم على القات. أنا شرح لك من فين أجا القات، يعني ما قالش إنه القات شجرة خبيثة، ما قالش. طيب اقرب كلمات. شوف يا صاحب البلاد، أنا ما قلت لهمش إنه القات شجرة خبيثة، ولا قلت لهم إنه في نص الشعب اليمني يعيش تحت خط الفقر بسبب القات، ما قلت لهمش خالص. خلي بيني وبينك. سمعت أنت ليش ساكت تتكلمش؟ أنا مش أقول لهم. ما يقرب من نصف الأسر في اليمن تعيش تحت خط الفقر، فلك أن تتخيل أنهم ينفقون على الدواء لعلاج مضاعفات القات أكثر مما ينفقون على الغذاء. كل ذلك من أجل الاستمرار في تخزين القات والشعور بتلك النشوة المؤقتة، حيث تبلغ تكلفة كل شخص ليوم واحد من هذه النبتة $5 أمريكية، في بلد أساسا يبلغ متوسط الدخل السنوي فيه $900 أمريكي فقط. هو اللي قال أنا ما قلت. تحسب انه ليه اسم واحد بس؟ لا يا حبيبي، معي عدة اسماء. خلينا اقول لكم شو اسمها. القات، واسمها ميرا، واسمها التاشات، واسمها فيفي، واسمها قادة. يعني ان شاء الله يكونوا طحين صح. يعني حتى في ناس يقفف القات وطحنوه وشربوه مثل ما الشاهي. والله فكرة. اكتب لي بالتعليقات لو انت انا كذا عم فعل. اكثر مستخدمين هذا القات هم الطلاب والعمال عشان يحسوا بالطاقة ويشتغلوا. بس احنا شعب يمين وخزن جلسنا ولا نتحرك. طيب أنا بقول لك فائدة القات. فائدة القات يعطيك الطاقة ويخليك تقوم تشتغل. أهم هذه الأشغال إنه مخلي الشعب اليمني للآن عايش، ولا لو كان ما فيش القات كان نص الشعب اليمني ميت والنص الثاني مجنون. طيب سلبيات القات إنه يخليك تكذب كثير، طلع مشاريع وهمية. يعني أنا آخر مرة خزنته طلعت 3 شركات وكسبت 200 سيارات ونقعته ضاع كله. طيب خلينا أفاجئك إنه القات هو المحصول الأول في اليمن. داري بهذه المعلومة. طيب أنت عارف إنه أكثر من 15% من المحاصيل الزراعية وصلت عليها 12 مليار سنوياً. طيب خليني ندي لك معلومة جديدة. أنت عارف إنه الناس بدوا يبعدوا القهوة اللي كانوا يقولوا اليمن هي القهوة، الآن بيقولوا اليمن هي القات. باقي أنت عزيزي المشاهد، هل أنت مع القات أو ضده؟ اكتب لي بالتعليقات. بس أنا كنت من آخر فيديو، لا تنسى زر اللايك والاشتراك وضغط الجرس. سلام.